العلوية على الملعب الجميل والجمهور الحاضر في هذه المباراة. انطلق المباراة على الساعة 5. ونذكر طبعا اللقطة الجميلة اللي قام بها من طالب في هذه يوسف عطال. توغاي بن سبعيني المنتخب الجزائري يسيطر، الكرة ممتازة، المراوغة ويمر هاي سهلة، هاي صعبة، وأقولها خطيرة، هاي خطيرة من يوسف عطال. يلعب بأقل مجهود ممكن اليوم، ولكن مع نهاية الموسم استرجع إمكانياته. حتى توب مولير المدرب قال انه لا يريد ان يترك بن سبعين يغادر صفوف المنتخب او الفريق بوريسيا دورتموند الذي تحصل على المرتبة الخامسة المؤهلة لرابطة الأبطال الأوروبية في آخر جولة بعد ما فاز ب7 مباريات متتالية. والكرة لهشام بوداوي من جهته مع لوجيسي نيس يلعب المباراة التصفية ممتازة، والهدف ممتازة. يوسف بلايلي يسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري بعد عمل رائع جدا من هشام بوداوي، والتوزيع إلى القائم الثاني، ويتمكن من تسجيل الهدف الأول برأسية يوسف بلايلي. ونلعب الدقيقة 27 من الشوط الأول، هدف مقابل 0 لصالح الجزائر أمام رواندا. أمام انظار وزير الرياضة وليد سعدي ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. هاي المراوغة يرفع راسه ممتازة، يا سلام يا سلام على التوزيع من هشام. شوف هشام يبقى يراوغ رائع جدا. تحسن كثيرا اللمسات السحرية للكرة من بوداوي، جعلت منه لاعب من الناحية الفنية راقي جدا. المتابعة وبرأسية طبعا عكسية مباشرة في شباك الحارس الرواندي متواري فياكر. هدف مقابل 0 لصالح المنتخب الجزائري. بعد مرور لحد الآن 29 دقيقة يظهر سجل كرة ممتازة لإبراهيم مازا، مراوغة يوصلها يرضيها، اي ما لمسهاش مليح بونجاح، والا لكانت تغير المسار وتتجه الى المرمى. بغداد حتى الكرات هذه صعبة اللي توصل له. توغاي، مازا ابراهيم، القدم اليسرى عرضية مباغتة، كنا عليه قبل قليل اننا ما نشاهدوش كثيرا. الوزن نتاعو نقص كثير الحجام، اصبح لاعب جاهز تماما للمستوى العالي. ايضا هو من الاحسن من الافضل انه ربما يتنقل الى انجلترا. كرة في العمق لمازا، يو با والهدف. تصورت ان الكرة راحت مباشرة الى الشباك، ولكن كانت دائرية ثلاثية مع بن طالب وتوغاي ويوسف عطال. ونهاية الشوط الأول بهدف مقابل 0 لصالح المنتخب الجزائري من تسجيل يوسف بلايلي في الدقيقة 27 أمام منتخب رواندا. شكرا لكم على المتابعة. نلتقي مع بداية الشوط الثاني من هذه المباراة الودية بملعب محمد حملاوي، الشهيد محمد حملاوي بقسنطينة. التفوق للمنتخب الجزائري أمام نظيره الرواندي بهدف مقابل 0. شكرا، إلى اللقاء. بيتكوفيتش من جهة وعادل عمروش الجزائري المدرب المنتخب الرواندي أيضا من جهته سيقوم بالتغييرات، ولكن لحد الآن شاهدنا تغيير واحد فقط، خروج بن سبعيني ودخول محمد لامين مدني في أول كرة له، لاعب شبيبة القبائل.
صراحة أيضا من اللاعبين الذين يلتحقون كثيرا دائما بالمنتخب الوطني الجزائري. وكرة أخرى من بوش من هشام بوداوي تروح ل مراوغة الأولى ثم الثانية. في بعض الأحيان يوسف بلايدي يبالغ طبعا. مدني محمد أمين، توغاي، بوداوي، بن طالب، مازا، محرز، بونجاح وبلايدي. هذه المراوغة الأولى ثم كرة رواندية بعد مرور 12 دقيقة تقريبا من الشوط الثاني. هدف مقابل 0 لصالح المنتخب الجزائري امام نظيره الرواندي. الانطلاقة من البديل اللي دخل قبل قليل وتروح الى 5 امتار و50 كانت من كافيتا مانويل. مرة أخرى على الجهة اليسرى. التغطية الحظ المنتخب الجزائري أنه مدني كان في المكان المناسب، وإلا سجلنا غياب يوسف عطال في هذه اللقطة. كرة توصل لحجام على الجهة اليسرى، يرفع راسه إلى من يرجع الخلف، تروح ليوسف بلايلي ممتازة، والهدف الثاني. يا سلام يا سلام على هذا الثنائي، وحجام بالقدم اليمنى يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح المنتخب الجزائري بعد خدوهات وكرة ممتازة. الفنيات يثبت يوسف بلايلي انه في لمسة او سنين ممكن انه يغير طبعا مجرى كل مباراة. هل يوسف بلايلي يطلب انه يغير لانه عنده اصابة؟ راح نشاهد. شوف حجام يرفع راسه يلعبها مع يوسف بلايلي، ينطلق في الظهر. ممتازة يا سلام. وفي القائم الأول كما يقال يغلق القدم تاعو ممتازة بالقدم اليمنى وهو اليساري. قلت يحسن كثيرا اللعب بالقدم اليمنى، وهذا حل من الحلول الدائمة لبيتكوفيتش بأنه يلعب الجهة اليسرى ويلعب الجهة اليمنى. الزميل من قسنطينة يوسف بلايلي في هذه الركنية، هل تكون مباشرة كالعادة؟ سهلة كانت داخلة. طبعا نذكر أن حجام يسجل الهدف الثاني في مشواره مع المنتخب الوطني الجزائري. كرة في وسط الميدان لصالح المنتخب الرواندي. الجزائري الآن وكأنه يترك المبادرة وينطلق بالهجومات السريعة. هذا السقوط، كرة كانت طويلة على إيمان نوي رقم 8 يدخل قبل قليل. هي كرة في العمق يدخل منطقة العمليات. يبحث على شيء ويقوم ويراوغ، ويبقى يوسف بلايلي عنده الكرة أمام لاعبين. الحل الفردي في بعض الأحيان يتغلب على يوسف بلايلي. انطلاقة من هناك، شوف سريع هذا القطار من هناك. من سيساعد مدني؟ عودة إبراهيم مازا في مجهودات كبيرة يبذلها إبراهيم مازا. حذاري، تصويبة، قطع الكرة من محمد توغاي على شوف هنا الإعادة والصراع على الكرة. تصويبة ربما أرضية زاحفة ولكن جانبية. قبل القليل قطعت الكرة على كاجير ميدي، هذه الكرة القوية الأرضية خارج الإطار، ولكن فيه محاولات. بن طالب وصل لي زروقي بدوره مباشرة يقطعها المنتخب الرواندي، ثم تصويبة من جهاد أيضا. أول تدخل
أول تدخل جدي من أسامة بن بوط، وهذا التهديد الصريح من القائد بيزيمانا جهاد. تدخل طبعا في آخر لحظة، وإخراج الكرة للركنية من طرف محمد توغاي.